الدوري المصري بيولع بعد فوز الزمالك على بيراميدز. درع بقى قريب جدا من 100 عقبه. بس يا ترى ايه اللي الزمالك محتاجه بالورقه والقلم عشان يحسم اللقب رسميا؟ تعالوا نحسبها. الزمالك حاليا في الصداره ب 49 نقطه، وبيراميدز والاهلي وراه ب 44 نقطه، الفرق 5 نقط كامله، وكل فريق فاضل له 4 ماتشات، يعني في 12 نقطه في الملعب. بكده الزمالك اقصى عدد نقاط ممكن يحققه هو 61 نقطه، وبيراميدز والاهلي اقصى عدد نقاط ممكن يحققه هو 56 نقطه، وده طبعا في ظل وجود مواجهات مباشره بين الاهلي وبيراميدز والزمالك والاهلي. طبعا هنا الزمالك عنده افضليه ورفاهيه في امكانيه فقد النقاط عن باقي المنافسين، بانه يخسر ماتش ويتعادل ماتش عشان باقي المنافسين يتعادلوا معاه في عدد النقط، وان شاء الله ده ما يحصلش وما نوصلش لده، لان لازم عينك تكون على نتائج المواجهات المباشره بين الفرق في الدور الاول، واللي انا ليا فيها افضليه عن بيراميدز، لكن الاهلي ليه الافضليه عليا بالمكسب اللي حققه عليا في الدور الاول. نيجي بقى لسيناريوهات الحسم. الزمالك مصيره في ايده. السيناريو الاول، الزمالك محتاج 8 نقط بس من ال 12 نقطه اللي فاضلين عشان يرفع درع الدوري، بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين، يعني نحقق فوزين وتعادلين يخلصوا الحكايه ونوصل للنقطه السحريه، النقطه رقم 57. عندي ماتش انبي وماتش سموحه لازم اكسبهم باي شكل من الاشكال، وماتش الاهلي وماتش سيراميكا لازم وحتما ولا بد ما اخسرش فيهم باي شكل من الاشكال. كده احقق ال8 نقط اللي انا عايزهم واوصل للنقطه السحريه رقم 57 واحسم الدوري لصالحي. ثانيا، مباراه القمه امام الاهلي هي ماتش الدوري، فوز الزمالك فيها يعني خروج الاهلي بره الحسبه تماما وتقليص عدد النقاط المطلوبه المكسبين بس، لان لو كسبت انبي وسموحه كده بقى عندي 58 نقطه وبرضه حسمت الدوري قبل جوله النهايه امام سيراميكا. ثالثا، هدايا المنافسين واللي المفروض ما اعتمدش عليها نهائيا. الاهلي وبيراميدز لسه هيخبطوا في بعض، واي نتيجه في ماتشهم هتكون في مصلحه الزمالك، لانها هتعطل واحد منهم او الاثنين مع بعض في حاله انتهت المباراه بالتعادل. الزمالك طريقه للدرع هيمر بانبي ثم الاهلي ثم سموحه واخيرا سيراميكا كليوباترا. مهمه تبدو سهله للمتصدر، لكن الدوري المصري دايما معودنا على المفاجآت. تفتكروا الزمالك هيقدر يحسمها قبل مباراه سيراميكا؟ والاهلي وبيراميدز هيدوا لنا هدايا ولا هيكون ليهم راي تاني؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تتابع معايا باقي الجولات.